المنبت الأمازيغي لباتنا الأوراس جعلها عروسا تعيش التطور والحداثة بثوب أمها دهية، والمرأة الشاوية تعتنق عقيدة الجمال فتقتني حليها الفضية بكل فخر واعتزاز. كنيغ هم الطوف قلان شاويث يرضاس ورقاز سيقخ في مغير نيرز ذي سودين ثيغا وسيوينايا مزرف وكل هتراضيهن ذي المناسبات أن ذي ثم غرامين القار. كيفية ارتداء الشاوية للحلي الفضية يحمل بين طياتها دلالات ومعاني كثيرة، بل تعكس عمق الثقافة الشاوية الضاربة في التاريخ. نجبين يقان حجام كليشت توثلان تسمع على حساب المناطق كليش ما مشي قار هي تموقان يعني ذي المناسبات ذي ثمغرا العراس وهنتافق تراضن لمشرف هام الطوف يقلان ثرشل تقسن ذا سن مدين الحجابات اينيت وثا قلان وثرشيرش تقيشت يشته تقذاي باش هذه ذي ثمغرا نغذي العرس مين ينقار هي سدلان يلا ذي العرس من غير أبزرنا هم طوفا قلان في يشتم الدين الحجاب أتعقلن باللي وهرشيلش. تبقى الفضة الشاوية موروثا ثقافيا أمازيغيا لا بد من الحفاظ عليه، فهي أمانة متوارثة بين الأجيال.